شوفوا لي القوام، شوفوا لي الشبوبيه والبنونيه، ما عندي ما نحكي. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا الفيديو تاع اليوم راح نشارك معاكم الوصفه تاع الكيكه ولا تورته ولا كيما بغيتوا تسميو لها. المهم ضربه في البنه. نروحوا مع بعض المقادير. طريقه التحضير: عندي نص كاس زيت، نص كاس حليب، نص كاس سكر، 2 حبات بيض بدرجه حراره المطبخ طبعا، عندي لافاني، خميره، باطا ياغورت، عندي كاوكاو محمص ومرحي حوالي 3 مغارف. في ريسيبيون حطيت 2 تاع العظام، حطيت معاه قرصه تاع الملح ونص كاس تاع السكر، وبديت نخلط حتى يبيض هذاك الخليط ويذوب السكر. نزيد له الزيت ونزيد الحليب ونكمل نخلط. لهنا نضيف الكاوكاو، ولهنا عدات لي كاس تاع الفارينه. نضيف الخميره واللافاني في المرحله هذه، ونكمل نخلط. هنا القوام تاعها يجي كي الجينواز، كي ديروا بالمغرفي تشكلوا رقم 8. شعلت الفور تاعي يسخن، جبت المول هذا دهنته بشويه تاع الزبده ونبدا نخلط نفرغ الخليط تاعي. نخبطو شويه باه نسوي الخليط تاعي، باه ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه كي نحطو يطيب. لهنا عندي كاس تاع لاشونتي، عندي كاس ناقص 4 تاع ما يكون بارد مليح. نبدا نطلع الكريمه تاعي. لهنا راح نضيف لها باطا تاع الياغورت بلوغو تاع القارص، بما انه الكيكه تاعنا اليوم راح نديروها بالذوق تاع الليم. ونكملوا نخلطوا حتى تعقد مليح هذيك الكريمه، ونهزوا الريسيبيون تاعنا ونلقاو بلي الخليط ما يهبطش، يعني الكريمه تاعنا ناجحه 100%. لهنا بعد ما طابت الكيكه تاعي، شوفوا كيفاه جات حميمره وجات تشهي اونديري كيكه وفيها الكو تاع الكاستيل. نخليوها حتى تبرد مليح. نجيبوا هذيك الكريمه تاعنا بعد ما طابت الكيكه، خليناها تبرد، والكريمه تاعنا كي حضرناها حطيناها في الفريشيدار حتى هي تبرد. ومن بعد نجيبو نسويوها كطبقه ثانيه فوق الجينواز هذيك، نديروها بالمغرف ولا بالكوبات اللي يسيوها مليح. بعد ما خدمناها نهزو نحطوها في الفريشيدار تكمل تبرد. وحنايا نكملوا الطبقه الثالثه. عندنا حبيبات تاع القارص، عصرتهم، جبت كاس تاع عصير تاع القارص طبيعي يعني جديد، زدت له لهنا 4 مغارف سكر عادي، زدت له مغرف كبيره معمره بومبي تاع المايزينا يعني نشا. نخلط مليح بارد في بارد حتى يذوبوا هذاك النشا والسكر باه ما يديرليش من بعد كعابر. من بعد لهنا عندي مغرف تاع زبده، عندي 2 بيض، نكسر البيض هذاك معاهم. يعني الخليط هنا يعني في المرحله تاع بارد في بارد، يعني نخلط كلش حتى البيض هذا نخلطه مليح، ما نزيدوش من بعده هو سخون ومن بعد يولي يطيب لي البيض هذاك وتخسر لي الكريمه. لازم نخلط كلش بارد في بارد كما راكم تشوفوا. نحاول نخلط مليح حتى يتجانسوا المكونات ويذوبوا مليح المقادير تاعنا. نخلطوا بالفوي مليح كما قلت لكم باه ما نخسروش الكريمه. من بعد نحطوا فوق الكويزينيار ولا الطابونه حتى يعقد الخليط تاعنا. بعد ما عقد نحطوه في صحنه ونحطوه في الفريشيدار يبرد، ما نحطوهش فوق الكريمه هذيك تاع الشونطي ومن بعد تهبط لي وتفسد لنا الكيكه تاعنا. لازم كلش بارد. ومن بعد نسويو مليح الكريمه هذيك تاع الليمون على السطح. وهذا هو السر تاع البنه تاع الكريمه تاعنا، ان نخلطوا كلش بارد في بارد ونخليوهم يعقدوا فوق النار. وهذا هو الشكل النهائي تاع الكيكه تاعنا. تقدروا ديروها في السهره تاع الخميس، تقدروا ديروها لوليداتكم، تقدروا ديروها حتى في عيد ميلاد، تقدروا ديروها في يدكم تديو تهنيو للنافس. المهم هذا هو القوام تاعها، وجات باهيه وبريزونطابل وتحمر الوجه وبنينه.
إن شاء الله تجربوها وتنال إعجابكم. هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم، نخليكم على خير، مع السلامة.